أول تحدي تنواجهه كل صباح هو نفيق على صوت أول منبه من الهاتف بلا ما نضغط على زر إعادة تشغيل المنبه ونعاود نرجعو لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق أخرى، وهذا السيناريو يقدر يبقى يتعاود معنا من 2 حتى 3 المرات عاد تنوضو من الفراش. هذا لما قررناش في الأخير نطفيو المنبه مرة ونبقاو ناعسين حتى الوقت متأخر من الصباح وتنوضو عيانين ومدقدقين ما فينا اللي يدير شي حاجه. في الجانب المقابل كاين بعض الناس واللي ممكن تكون حتى انت منهم اللي تسمعني دابا واللي تقدروا يفيقوا في ساعات مبكره من الصباح بلا منبه وبلا ما يفيقوا على رنين الهاتف المزعج. تفيقوا الراسم عن طريق الساعه البيولوجيه اللي في جسم الانسان، فلكن انت من هاد الناس اللي تفيقوه بكري وبلا منبه وتنوضوا ناشطين وشبعانين الناس، فتنقول لك برافو لك من هاد المنبر. وتتبع الفيديو حتى الاخير وما تنساش دير اشتراك في القناه وتدعمنا على إنتاج المزيد من الفيديوهات وتضغط على زر الجرس والإعجاب. شكرا لكم. الساعة البيولوجية اللي في جسم الإنسان ما تتحكمش غير في النوم فقط، وإنما تتحكم أيضا في الرغبة ديالنا في الأكل والشرب وكذلك معدل الأيض اللي تمارس الجسم. وهذه الساعة البيولوجية تختلف من شخص لآخر، وهي السبب في اختلاف طبيعة الناس. كيفاش تكون المزاج تاعهم مع الصباح؟ كاين الأشخاص اللي تلقاهم فايقين ناشطين والمزاج تاعهم ممتاز وتستقبلوا اليوم جديد بطاقة وحيوية. الاشخاص الاخرين تفيقوا المزاج تاعهم عاكر باغي يتضارب مع اي شخص يتصادف معاه. قبل ما نتكلموا على كيفاش تقدر تستيقظ في الصباح بكري وتداوم عليه وتفيق وانت في قمه النشاط والحيويه وعندك الرغبه في الدراسه او العمل، خلينا اولا نتعرفوا على اهميه النوم ونجاوب على السؤال التالي: علاش تنعسوا؟ والجواب تاع هذا السؤال مذكور في الكتاب لماذا ننام للكاتب الامريكي مات وولكر. الكاتب تيقول أن النوم مهم جدا لجميع الجوانب الصحية الأخرى، فبعض الدراسات تقول أن الحرمان من النوم تؤدي إلى خطر الإصابة بالأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 45%. ودراسة أخرى دارت في اليابان على مجموعة من العمال خرجت باستنتاج مفاده أن الناس اللي تنعسوا ما بين 6 سوايع أو أقل تكونوا عرضة حتى ل 500% للإصابة بنوبات قلبية. إلا طرحنا السؤال التالي: علاش تؤدي الحرمان من النوم إلى نوبات قلبية؟ فالجواب غادي يكون كالتالي: الأمر كله مرتبط بضغط الدم. ملي الشخص ما تيحصلش على القدر الكافي من النوم خلال اليوم تاعو ترتفع ضغط الدم في الأوعية الدموية، ومن المعروف أن ضغط الدم هو المسؤول على عدد كبير من الوفيات كل سنة. ولكن اللي ما تعرفوش العديد من الناس أنه بمجرد تنعس ساعات إضافية تتكون قادر تجنب كل هذه المشاكل تاع ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات اللي تنتج عليه. وهذا ماشي مبرر باش تبقى ناعس ساعات طويلة من اليوم، وإنما خاصك تنعس غير القدر الكافي اللي تحتاج باش تحافظ على التوازن الجسم تاعك. كخلاصة، الحرمان من النوم سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذلك من الضروري تنعس الساعات الكافية اللي تحتاج الجسم واللي تختلف من شخص لآخر. حسب العلماء عدد الساعات النوم تتراوح ما بين 6 حتى 8 ساعات كافية خلال اليوم. ومن بعد ما عرفنا أهمية النوم غادي نعطيك بعض النصائح اللي غادي تساعدك على الحصول على نوم جيد وبجودة ممتازة. كاين مجموعة من الأشياء اللي خاصك تجنبها خلال اليوم تاعك باش ما تأثرش على نومك خلال الليل، مثل استعمال المواد المنشطة والمنبهة كمادة النيكوتين موجودة في السجائر ولا شرب الكثير من القهوة، بحيث هذه المواد تخليو عقلك في حالة نشاط وما تخليوش يدخل في حالة النوم العميق. وتتلقى الشخص المدخن تنعس حتى لساعات متأخرة من الليل وتستيقظ في ساعات مبكرة قبل وقت الدوام. تتلقى المزاج تاعو عاكر مع الصباح ما ترتاح حتى يدخن السيجارة ويشرب كأس القهوة. هناك بعض العادات اللي غادي تخلي النوم تاعك أكثر جودة في الليل. خاصك تجنب ما أمكن التعرض للأشعة الزرقاء المنبعثة من شاشات الهاتف والتلفاز المضرة للعين قبل ما تدخل النوم، وحاول ما أمكن تسد النوافذ وتطفي أي مصدر ضوء داخل الغرفة. وكذلك يمكن لك تاخذ دوش ساخن قبل ما تمشي تنعس لأنه تساعد الجسم والعقل على الاسترخاء والنوم. من بعد ما عرفنا أهمية تاع النوم وكيفاش نحصلوا على نوم بجودة عالية، جاء الوقت باش نعطيك مجموعة من الخطوات العملية اللي غادي تخليك تغلب على النوم في الصباح وتفيق في أول منبه بدون ما تضغط على زر إعادة تشغيل الغفوة. الخطوة الأولى: حدد الأهداف تاعك اللي باغي تقوم بها في اليوم موالي في الليل مباشرة قبل ما تنعس، باش تفيق وتعرف راسك علاش باغي تفيق بكري، ماشي تفيق وانت ما عندكش هدف محدد تقوم به. حدد أهداف الغد كل ليلة قبل ما تمشي تنعس مباشرة باش تفيق وتبدا الخدمة على الأهداف تاعك مباشرة بلا ما تبقى ترهق راسك بالتفكير الزائد كل صباح، ويقدر يسبب لك هادشي في الاكتئاب ويفسد عليك يومك كامل، وفي الأخير ما غاديش تقوم بإنجاز أي هدف. الخطوة الثانية: حط المنبه ما أمكن بعيد على المكان اللي تتنعس فيه داخل الغرفة اللي تتنعس فيها باش تضطر تنوض من الفراش باش تطفي المنبه، ولكن حذاري تطفي المنبه وترجع تنعس بسرعة، وبالتالي غادي تكون خسرتي في أول تحدي تتواجهه خلال اليوم تاعك. الخطوة الثالثة: نوض مباشرة للحمام، اغسل وجهك بالماء البارد باش تفيق مزيان واغسل كذلك سنانك. الخطوة الرابعة: اشرب كأس كامل من الماء، هادشي غادي يخليك تحس بالانتعاش لأن العطش اللي تيكون فيك أثناء النوم تسبب لك في التعب والعياء.
الخطوة الخامسة، قوم بتبديل ملابس النوم، ومن الافضل تاخذ لك دوش خفيف. وفي الاخير بدل البلاصه اللي كنتي ناعس فيها، ولا طوي فراشك وحل الشراجم باش يدخل الضوء الشمس وعقلك يتبرمج على ان الصباح طلع ويستعد باش يبدا يخدم وما يبقاش يفكر يرجع ينعس. ويستحسن ما تبداش نهارك بالنظر الى شاشه الهاتف او التلفاز، حيت هادشي يقدر ينسيك في الهدف تاعك اللي ناوي تخدم عليه داك النهار. ونختم كلامنا بخير الكلام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك، ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومعنى هذا الحديث أن الشخص عندما تبغي ينعس تيجي عنده الشيطان عند مقدمة الرأس تاعو وتعقد عليه 3 العقد وتتوعدوا فيها بالنوم طول الليل وعدم الاستيقاظ الباكر. هاد العقد اللي تعقد الشيطان عند مقدمة الرأس، إلا استيقظتي من النوم وذكرتي الله تعالى انحلت العقدة الأولى، ثم نضتي من فراشك ومشيتي تتوضا تنحل العقدة الثانية، ولا قمتي بالصلاة تنحل العقدة الثالثة. مع القيام بهذه الأمور تكتسب طاقة رهيبة ونشاط عالي، خصوصا إلا قمتي بالصلاة الفجر في المسجد ومع الجماعة. ومن هذا تنعرفوا علاش تتحس بالعيا والكسل ملي تتفيق حتى لساعات متأخرة من الصباح، لأن الشيطان تغلب عليك. وباش تغلب على الشيطان وتقاوم الناس وتفيق بكري، خاصك تنعس على طهارة ووضوء وتقرا سورة الملك قبل ما تمشي تنعس. وإلا قمتي بهذه الأمور ونعستي على وضوء تنبشرك بملك من السماء غادي يبغي تفوق راسك يبقى يستغفر لك الليل كامل وانت ناعس حتى تفيق. فما خاصك تضيع هذا الخير كامل. تنتمنى تكونوا استفدتوا ولو بقدر صغير من المعلومات اللي في الفيديو. شكرا والى اللقاء.